هل يمكن تصليح القلوب؟ مر رجل في أحد أسواق بغداد فجذب انتباهه إعلان معلق على أحد المحلات مكتوب فيه تصليح وعلاج القلوب. فدخل المحل ووجد رجلا كبيرا في السن قابله مبتسما حينما شاهده يقرأ ما هو مكتوب عدة مرات. قال له مبتسما: نعم، أنا أصلح القلوب وأعالجها. ثم أمسك بيده وقال: تعال اقترب، ووضع أذنه اليمنى على موضع القلب وأنصت، ثم قال: دقات القلب فيها تسارع قليل، يا ولدي لا تجزع، دواءك بسيط. القلوب عندنا نصلحها ونعالجها حسب نوعها، فهي أنواع. الرجل قال له: اشرح لي. مصلح القلوب قال: من خبرتي التي ورثتها من أبي عن جدي، في الدنيا قلب مشروح، وقلب مجروح، وقلب مذبوح، وقلب رحيق، وقلب سحيق، وقلب حريق، وقلب غريق، وقلب منقوع، وقلب مفجوع، وقلب سليم، وقلب عليل، وقلب سقيم، وقلب فياض، وقلب جياش، وقلب مغرور، وقلب مسرور. والبحث يطول، فسبحان مقلب القلوب. الرجل قال لمصلح القلوب: جئتك بحيرة واحدة فجعلتها 1000 حيرة. فضحك وتبسم، تبسم العارف الحذق، وقال له: يا ولدي لا تجزع، عندي لك ولكل من يأتني وصفة واحدة، كل من جربها تعافى بإذن الله. وقال: يا ولدي رزقك مقسوم فلا تتعب، وقدرك محتوم فلا تجزع، وصديقك عاجز فلا تأمل، وعدوك ضعيف فلا تخشى. طهر قلبك من 3: الكره والحقد والرياء، وزينه ب3: الصدق والإخلاص والورع، واجعل في قلبك 3: التسليم للمولى، وحب سيد الورى، ودوام شكر الخالق في السراء والضراء، واترك الخلق للخالق، وانشغل بإصلاح حالك، ودع أحوالهم. وليكن لك 3: لسان ذاكر، وجسد صابر، وعقل متبصر عارف. واهرب من 3: الحديث عن الناس، وهوى الناس، والجلوس مع من لا خير فيه من الناس. والاستئناس بالحديث عن الناس من علامة الإفلاس. تناول دواءك، ومن الله شفاؤك. الرجل يقول: يا الله، شعرت أنني قد ولدت من جديد. قبلته وانصرفت راجعا إلى بيتي، وبين عيني وصيته، وعلي أن أعمل بها، ولعل بها راحتي وانتظام دقات قلبي.